ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل شوية كشري كدهوت في السريع. انا بوريكم اول حاجة بدأت فيها البصل، قطعته شرايح كدهوت رفيعة، قطعيه شرايح مربعات اللي انت عايزاه بس تكون رفيعة. وبعد كده حطيت معلقة نشا، وبعد كده قلبته كده ببعضه علشان يطلع مقرمش وحلو قوي. حطيت شوية زيت حلوين وبعد كده نزلت بالبصل هحمره وبعد كده هطلعه. هنا كنت بوريكم ايه العدس اللي هو اللي ابو جبه او العدس البني تعمليه ازاي. ان انت لما انا مش عارفه بصراحه ابدا الفيديو منين. الفيديو مسرعه جامد قوي فمش عارفه، مش عارفه اقول لكم ايه واسيب ايه. يعني بصوا البصل لما تيجي تطلعيه ما تطلعوش على مناديل، بيطلعيه في صينيه كده ولا في طبق. ماشي. المهم بصوا انا مزوده كميه الزيت ليه، ان انا بعد ما حمرت البصل انا بعد كده هقلل من الزيت واحطه في الطبق ده اللي هعمل بيه الكشري كله. يعني مطرح ما حمرت البصل هحط هعمل بيه الكشري كله. ماشي. والعدس كنت بوريكم العدس اللي هو البني انا بنقعه قبلها بيوم. طب انا دلوقتي يا موزين انا مستعجله وعايزه اعمل الكشري دلوقتي وكل حاجه عندي، خلاص يبقى اغلي ميه على النار واحط العدس واغطيه واقفل عليه. يعني ما اسلقوش خالص، اقفل عليه النار واحطه في الميه المغليه واقفل عليه الغطا. بعد ما اخلص الصلصه واسلق المكرونه واظبط اموري ابدا اشتغل بالعدس، اشطفه اديله شطفه كده تحت في المصفى وابدا ان انا اظبط العدس. خلاص دلوقتي انا عملت ايه، بعمل الكشري. حطيت شويه الزيت، حطيت معلقه توم كبيره توم، حطيت معلقه كزبره ناشفه. وبعد كده رحت حاطه ما حمرتش التوم خالص. وبعد كده نزلت بشويه الخل وكانت الريحه قلبة الدنيا. وبعد كده رحت حاطه الصلصه، فضيت الصلصه وحطيت كيس صلصه برضو تحمرها لي اكتر، وحطيت ملح وكمون وحطيت ندعب بس فلفل اسود ناعم ومكعب ماجي وبس كده وبص رحت مطيه عليه وسايباه هو ورق على جنب. وبعد كده دلوقتي بدأت ان انا اعمل الكشري. عملت ايه، اخدت بقيه الزيت اللي انا حمرت فيه البصل وبعد كده نزلت بكيس الشعريه كله. الشعريه الكشري كتري له الشعريه بيبقى طعمه تحفه، وقللي من الرز كتري من الشعريه والعدس. وبعد كده الشعريه بتاعه الكشري لازم تكون غامقه، لونها غامق مش لونها فاتح. ماشي. وبعد كده شوحت الشعريه وبعد ما حمرتها رحت محمره حطيت عليها الرز وبعد كده حطيت عليها العدس. بعد كده شوح كله. اهم حاجه ان انت تشوحي الرز مع الشعريه مع بتاع مع العدس. وبعد كده نزلت عليهم بالميه وما تكتريش الميه، حطيت ملح وحطيت كمون. ما تزوديش الميه علشان الميه العدس بينزل ميته. هنا كنت مسجله لكم بصوتي، فكنت مسجلة بصوتي بس انا قفلت التسجيل بقى فقلت اكلمكم كده احسن بالميكروفون. المهم دلوقتي بقى المكرونة بتاعت الكشري انتوا عارفين ان هي ملهاش روح وبتبوظ بسرعة. تعملي ايه بقى عشان ما تبص منك وتفضل مفلفلة ومش ماسكة ببعض؟ ان انت تجيبي معلقتين زيت كبار وتقلبيها كلهم في بعض كده، محدش يعرف من ايدي ان احنا في الاخر هناكل بالاكل فتقلبي المكرونة في الزيت وبعد كده خلاص تسيبيها وتحطيها في علبة تلاجة وتقفلي عليها. ان شاء الله يا رب تسيبيها اسبوع في التلاجة ولا تبوظ ولا يجرى اي حاجة خالص. عايزة اقولك لو وصلت لحد هنا بالله عليكي ما تنسي اللايك ولا تنسي الاشتراك وزي ما تكبري بخاطري ربنا يكبر بخاطرك يا رب ويتحقق كل اللي نفسك فيه. فبالله عليكي ما تنسي اللايك ولا الاشتراك. انا دلوقتي بدأت بقى في بدأت في الدقة دي. انا بشوف ناس بتعمل الدقة على النار معرفش ازاي، يعني بتبقى سخنة. المهم انا حطيت دلوقتي حتة توم، حطيت ليمونتين وبعد كده احط عليه كمون وبعد كده معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، شوية ملح، شوية خل، كوباية مية. خلاص الدقة جهزت معايا، انا كده خلصت الدقة. ماشي. عايزه اقول لكم احلى دقه واسهل دقه الشطه ازاي بتعمليها ازاي. في ناس كتيره برضو بتعمل الشطه على النار، لا طبعا انا ما بعملش كده. انا بحط اهو معلقتين شطه
وبعد كده هجيب معلقتين من الصلصة، مغرفتين كده ولا مغرفة من الصلصة، حطها على الشطة وخلاص. على كده هقلبهم، هتاخدي احلى شطة زيت تحفة. بصي لونها وشكلها عامل ازاي، احلى من بتاعة المحلات، وبطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش مني اي حاجة خالص. الكشري بقى عليت عليه في الاول، شرب المية بتاعته، وبعد كده وطيت عليه وحطيته على الشياطة، وادي منظر الكشري بتاعنا. عايزة اقول لكم تحفة وجميل. ما تنسيش اللايك، يلا يا حبيبتي بالله عليكي لا تحطي اللايك، انا تعبت في الفيديو ده جدا، فما تنسانيش في اللايك والاشتراك. بصي لو ما جبتهاش الحقيقة هاتيها، الحقيقة هاتيها قبل ما تغلى. بيقولوا لك ايه، يا مجنونة يا قوطة، يعني كل يوم بسعر وبحال. الحقيقة هاتيها ب5 جنيه، جميلة وحلوة قوي. بصي دول بعد ما صفيتهم، بعد ما ضربتهم في الخلاط وصفيتهم، فالحقيقة هاتيها علشان هتنفعك. مفيش اكل مفيهوش طماطم. هتعملي نواشف اللي هو الكشري، هتحطي صلصه، هتعملي اي طبيخ، هتعملي اي اكل بالصلصه، مش هتقدري تستغني عنها. ابدأي هاتيها واعملي منها صلصه تغذيه للمحشي عندك الفيديو، والصلصه ديت مفيش اسهل منها. انا مصورتش معاكم الطريقه عشان مصوراها معاكم في كذا فيديو. هقول لك نصيحه لوجه الله. بصي، بصي المنظر، بصي منظر التفل عامل ازاي، شايفه طاقة منظر التفل والبذر بتاع الطماطم عامله ازاي. نصيحه لوجه الله، اوعي تعملي الطماطم تعصريها وما تصفيهاش. هتفرزيها، مش هتفرزيها، هتطبخيها في ساعتها الطماطم تتصفى، ما تكسليش. ده بصي اني معده تستحمل ان هي تهدم ده، يعني اني معده تستحمل. بصي كميه التفل والقشر والبذره عامله ازاي. نصيحه لوجه الله، اوعي تفكري ان انت تعملي طماطم، تعصري طماطم وما تصفيهاش. انا قلت اقول لك. بصوا اديني طلعت اهو من 5 كيلو على قد استخدامي، طلعت 6 كيس ماشي. وطلعها، والصلصه دي، الصلصه دي هستخدمها في الكشري دلوقتي، هعملها معاكم في الكشري. يعني هستخدم الصلصه دي، انا قلت لكم لما باجي افرز اكل بستخدم منه للاكل برضو. يعني مثلا انا دلوقتي امبارح فرزت معاكم الملوخيه، خدت من الملوخيه عملت بيها الغدا. فرزت باميه، اخد من الباميه، يعني فاهمين ازاي الحاجه اللي بفرز منها بقوم عامله منها في نفس اليوم. وديت هستخدمها للصلصه. على فكره دول يعملوا بتاع كيسين تاني، بس انا هستخدمها للصلصه بتاعت الكشري، من اكتر حاجه بيحبوها العيال صلصه الكشري مني.